المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. المقولة دي قالها ابن خلدون من حوالي 645 سنة، ولحد دلوقتي اللي بيقرأ في التاريخ هيلاقي ان بتتحقق بتفاصيلها. يعني لما كانوا المسلمين مزدهرين زي ما كانوا في الأندلس مثلا، كان الغرب في القاع كانوا بيجوا الأندلس علشان يتعلموا اللغة العربية، لدرجة ان هم فضلوها على اللاتينية. كانوا بيتنافسوا بينهم وبين بعضهم في دراستها ودراسة العلوم اللي مترجمة ومكتوبة بالعربي، لدرجة ان الكاتب الاسباني الجارو قال ان الجيل الناشئ من المسيحيين الاذكياء لا يحسنون ادبا ولا لغة غير الادب العربي واللغة العربية، وانهم لا يلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات الكبيرة باغلى الاثمان. ان المسيحيين قد نسوا لغتهم، فلن تجد في اليوم واحدا في كل 1000 يكتب بها خطابا إلى صديق. أما لغة العرب فما أكثر الذين يحسنون التعبير بها على أحسن أسلوب.